ميسي خرع علينا ديريكت. نجمو نقولوا ما كناش نستناو بان سكور دو 3-0 كمام. قلنا هما نسيو نديروا المجهودات اللي لازم ونسيو نلعبوا، لان انا قلت لك من الاول وانا فضيحة خسارة منتخبنا الجزائري أمام الأرجنتين اليوم، لهذا كنت أريد خسارة المغرب أمام البرازيل. والآن صراحة لقد أصبحنا أضحوك أمام المغرب، خاصة بعد مباراته التاريخية ضد البرازيل. شعرنا بأننا نملك الإمكانيات للوقوف في وجه المنتخب الأرجنتيني، لكن بمرور الوقت شفنا مستوى أعلى. نقول لك بلي ما تهمناش الارجنتين، حنا نحوسوا كيفاش نتكاليفياو باش نسيو نديروا النيل او ما نخسروش بان سكور باري. ميليو تيرا داوه هما سون كاباري دو ميليو تيرا، ولاو يمشيو الكره كيما يلزم الحال. ومن بعد كاين الغلطه تاع البرومي بيت، لان الجوار اللي مد الميسي كسر لا لين خطوط. نعم. بوداوي ما قراش لو جو، باسكو بوداوي اليوم كان خارج. لو كان قرا لو جو هذا كان هو اللي انترسبتي، جازت عليه الكره. ودوزيام اللي غلط في هذا البيت قالنا سيماندي، انت كي جازت لا بال ميسي يحكم الكره ورايح بها، علاش تولي له اللور؟ عنده طبيعه يولي اللور، روح ليه انت. كاين بن 70 كنت متخوف من مندي منذ البدايه. ما ترجعش للور ميسي ولا ترجع له اللور، خلاص ما تنجمش تعرف كم مين راح يحطها. هذا ميليو تيرا كان غايب، بن طالب ابسون، بوداوي ابسون، كان شايبي ومازا هما اللي كانوا يسيو يديروا الجو شويه مع الاردن. يفو لوجيكمون في الفوتبول والو بارفوا لا لوجيك ما تكونش. اون فا يسي دو غاني مع الاردن، باسكو تربح ماتش ودير ماتش نيل جو سير سير 4 نقاط. انا من الاول وانا نقول لك نتكلم على لا كاليفيكاسيون، ما نتكلمش على الناس تتكلم تقول لك نربح الارجنتين ندير ماتش نيل. سي ديفيسيل هاد لو باري. المتوازنه بطبيعه الحال، لكن على ارضيه الميدان شيء اخر. عندما يكونوا عندك 3 لاعبين بين ال11 خارج الاطار راح يفوسيو لك لو جو. صحيح. من اللاعبين اللي تعتبرهم بانهم كانوا خارج الاطار. اولهم بالغالي ارتكب عده اخطاء من الناحيه الدفاعيه. نعم. هجوميا ما ساعدش، خاصه على الواقع الايمن. ثانيا بوداوي خارج الاطار تماما. بوداوي ما عقلناش، ماشي بوداوي اللي كنا نشوفوه في المباريات السابقه. وثالث لاعب غويري اللي ما عطى اي حلول للهجوم تاع المنتخب الوطني. كذلك بن طالب نوعا ما يعني وسط الميدان. وسط الميدان كذلك. حتى حاج موسى لم يكن في المستوى. يعني جايك حاج موسى 3، انا حسب 3 هذوما. لا حاج موسى حاج موسى انت يا حاج موسى كي ما تعطيلوش كورات، ما تلحقلوش كورات كومام. وكي تقول لي حاج موسى ما تلحقلوش كورات، نقول لك ايضا غويري كي ما تلحقلوش كورات، بما انه غويري حطيته مع الثلاثي، حطيته مع بالغالي اللي ما كانش في المستوى، نوافقك، وبوداوي ايضا وغويري. لكن انا نقول لك ماشي غير 3 سير لو 11 رونترون، لي 11 جوار اللي دخلوا ربما تقريبا نصف التشكيله كانت خارج الاطار. غويري احنا ما نتكلموا عليه من الناحيه الهجوميه، تكلموا عليه من الناحيه الدفاعيه ما قلقش لي ديفونسور، خلاهم يلعبوا الاس. كل ما يحكموا على لي ديفونسور يلعب بريح، وكون عموره ولا لاعب واحد اخر على الاقل يجيني شويه. هذا من الجانب الدفاعي. نعم. واصل امين. على العموم فوز مستحق للارجنتين، نقولها بكل صراحه بكل جداره واستحقاق. طبعا هذه ما يختلفوش فيها. صح. كما نقولوا عرف كيفاش يسير المقابله، لعب على حسب لو ريتم ديالو، يطلع وقت ما يحب، ينقص، يهبط وقت اللي تحب. القوه ديالو كانت في 30 متر الاخر. حنا كنا تكلمنا في الكوليس، كنا نشوفوا في المقابله كي تشوف انت كيفاش الطريقه اللي يخرج بها، انت تبان لك ببطء لكن يعرف كيفاش يبني من الوراء الى وسط الميدان، يلحق عنده كما نقولوا 30 متر الاخر يطلع في السرعه. لهذا كانت السرعه في التنفيذ. وكان تشوف انت الهدف الاول بلا باس العموديه إليمينات 6 لاعبين تقريبا. صحيح. ماشي تقريبا 6 لاعبين، بقاو 4 لي ديفونسور. وثاني كذلك لازم نقولوها اليوم بكل صراحه ما عندناش حارس مرمى. انا تكلمت عليها ونزيد نقولها اليوم بكل موضوعيه. اليوم الحارس المرمى تلقينا 2 أهداف. انا نقول باللي الدفاع ما البرومي بيت بن سبعيني
ومندي يسالوا في الهدف مع حارس المرمى، باسكو حارس المرمى كان قادر يتصدى. دائما اللي بيت جاونا من اللاكس. باسكو علاش ما كاش ضغط على حامل الكره، ميسي يحكم الكره. انت دوكا ميسي راهو جاي خلاص قريب ل 20 متر او 25 متر، علاش تولي للوراء؟ تخرج شفنا بن سبعيني ومندي مولين للوراء، لا رحت لازم تضغط على اللاعب. صحيح. لهذا سهلوا المأمورية، وميسي راك تتكلم على احسن لاعب في العالم. نعم. ما تعطيلوش المساحات هذوك خاصة قريب للمرمى. مرمى. لهذا تاني زيدان شفنا الهدف الاول كان قادر ديجا قاسها، يتحمل المسؤوليه. انا نقول ماشي 100%. لهذا انت حارس مرمى في هذا كي تشوف انت الارجنتين ما خلقوش فرص كثيره خاصة في الشوط الأول. خاصه في الشوط الاول. صحيح. انت تحسب 2 تير 2 بوت. لا لا بريمير ميطون خلاص واحد مقابل صفر. نوني نحكيك في بين الشوط الاول والشوط الثاني سما تيرو 2 تير 2 بوت. التير الاول تاع ميسي سجل. الهدف الثاني اللي تيراه اللاعب ماكاليستر، عاود رجعت الكره اللي ثاني يسال فيه الحارس المرمى اللي عاود رجع الكره ما عرفش حتى وسط الدفاع ما كان حتى واحد في لاكوفاتشر. المتابعه هذه هي وهنا لا وسط الدفاع هنا يتحمل صح. المسؤولية. خلينا هي كي تكون كي يتماركا البيت مشتركه لكن مشترك 100%. نو 100 باسكو علاش ان جارديان دو بيت انت التير هذاك انا شفناه كان قادر يديفي الكوتي يبعد الخطوره. هو وين ولات لابال الى وسط الدفاع وسيفري. ومن بعد المتابعه ما كاش متابعه حقيقه. لهذا انا نقول باللي شوف لعبنا ضد فريق تكلمنا قبل المباراه، فريق جد يلعب كره جماعيه، فريق منسجم عنده الدفاع صلب. ثاني كنا قادرين عملنا بعد فترات على بعد فترات ضغط العالي على حامل الكره على الدفاع. كنا نوعا ما ولا تشوف كي غير نديروا بريسيون على لا ديفونس نقلقوهم ويخرجوا الكره الى التماس يعطونا الكره. لهذا انا جاب لي ربي ما امناش بروحنا، كان تخوف نوعا ما. وثاني عندنا مشكل عندما كما نقولوا نضيعوا الكره في 20 متر الاخير او 30 متر في الدفاع في المنطقه تاع الارجنتين باش نعاودوا نولوا. كاين تحول بطيء جدا. كلمتك قلت لك ضد هولندا كانت عده مرات اعطينا لهم احنا الفرصه. اولا نتيجه مخيبه تضع الفريق الوطني في موقف صعب. ديل ديبي دو تورنوا رانا او بيي دي ميرس، لان لازم نرياجيو ضد الاردن ولازم نربحوا ضد الاردن. دونك اون سي مي لا بريسيون يفو دير لا فيريتي. اون جوي ضد فريق اقوى منا، سير المقابله كما يريد، سجل اهداف في اوقات يعني اوقات حساسه، كسرت المنتخب الوطني. نظن ان احنا تكلمنا على الكثافه في الميليو تيران ولا اغريسيفيتي في الميليو تيران، فلا بريزون. فهذه ما كانتش وهذا نقطه استبهام. والميليو تاعنا ثاني كان لاطاك تاعنا فوضويه شويه on n'a pas, il n'y avait pas cette maîtrise, il n'y avait pas cette rapidité, on était très lent. المنتخب الوطني كان غايب. وهنا انا نتساءل كيفاش لاعب كيما ميسي نطلقوا له نخلوا له مساحات لعبنا كوم سي اون سافي كو l'Argentine était supérieure à l'Algérie. Un entraîneur est censé avoir un plan pour stopper les forces تاع l'adversaire. هنا شفنا ميسي دار واش يحب.